ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. دي كانت اكلتنا النهارده، وهي عباره عن صدور الدجاج بالوايت صوص. وطبعا فيها كده شويه خضار وحاجات حلوه ومع رز ابيض. تعالوا اوريكم بتتعمل ازاي. اول حاجه هيكون معانا صدور الدجاج كده زي ما انتم شايفين. بيكون صدر كامل، يعني مش بانيه، لا. بنقطعه زي ما انتم شايفين كده، مش للاخر خالص، لحد النص يعني، على الوش بس. بنعمل الشكل ده زي مكعبات كده صغننه. والتوابل بتاعتنا بتكون عباره عن ملح وفلفل اسود وورق لوري وحبهان، بس كده. هي دي التوابل. وطبعا الطاسه بتاعتنا على النار او الصينيه بتاعتنا على النار. بناخد الفلفل الاسود والملح ونبدا ان احنا نرشها على صدر الدجاج بتاعنا من فوق ومن تحت، بحيث ان هي تتشرب الملح مع الفلفل الاسود الاتنين، بحيث ان هي تتشرب من على الجنبين التوابل. وبعد كده على طاسه على النار او على صينيه زي ما اتفقنا، وهننزل معلقتين من الزيت، وكمان معلقه من السمنه او الزبده، يعني اللي عندنا المتوفر عندنا. وهنبدا ان احنا نسيبهم لحد ما يسخنوا خالص على النار، بحيث ان هي تسيح خالص زي ما انتم شايفين كده. يعني السمنه تبدا تسيح لو هي سمنه، او لو هي زبده تبدا تسيح. وبعد كده بننزل بورق اللوري والحبهان، وبعد كده بننزل بصدور الدجاج بتاعتنا. المقصد من الحركه دي ان احنا بندي لها تشويحه، بحيث ان هي تحتفظ بالسائل اللي جواها، او يعني بالماء اللي جواها، ما تبقاش ناشفه، بتبقى جوسي من جواها. يعني انت بتاكليها تكون طعمها جوسي مش ناشفه كده. فبنبدا نحمرها على كل الجوانب، يعني زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تاخد اللون الذهبي من تحت. اول ما اخدته من تحت بنقلبها على الناحيه التانية. كده خلاص احنا اتاكدنا ان هي اخدت اللون الذهبي. هي كده ما استوتش طبعا، لا، احنا بس خليناها تاخد لون، او زي ما بنقول بتتشمع، بس مش اكتر. وبعد كده هنبدا ان احنا نطلعها على جنب. بنفس بقى الزيت والسمنه اللي فيها، اللي احنا شوحنا فيها الفراخ. هنكون مجهزين هنا 3 معالق كبار من اللبن، معاهم معلقتين كبار من القشطه، او مثلا نقول نص كوبايه لبن، او 3/4 كوبايه لبن على معلقتين قشطه. يعني المهم ان في الاخر يكونوا كوبايه لبن. هنحط عليهم 1.5 كوبايه من الدقيق. وكمان هنكون مجهزين بصل متقطع مكعبات زي ما انتم شايفين كده. هنبدا ان احنا نشوح البصل كده في نفس الماده الدهنيه اللي احنا عملنا فيها الفراخ او صدور الدجاج. وبعد ما نشوح البصل كده ونديله تشويحه صغننه، هننزل ب1.5 معلقة من الدقيق، ونبدا نقلب لحد ما لون الدقيق كده يدي اللون الذهبي، يعني الدقيق يستوى معانا مع البصل. هنفضل نقلب لحد ما الدقيق يستوى. وبعد كده هننزل بالكوبايه زي ما اتفقنا، نقول مثلا هي كوبايه من اللبن. يفضل انه يكون لبن بلدي عشان يكون القشطه بتاعته معاه. وبعد كده هننزل بقدهم، يعني نفس الكوبايه من اللبن، كوبايه من الميه. لو احنا عايزينه يكون دسم شويه هنخلي الكوبايتين يكونوا ميه. تمام. وهنبدا ان احنا نقلبها كويس لحد ما كل القوام بتاعنا يتجانس مع بعضه. وبعدين هنديها رشة ملح بسيطة، ورشة فلفل اسود، ورشة بسيطة جدا جدا من جوز الطيب زي ما انتم شايفين كده. التوابل بتاعة الاكلة بتاعتنا النهاردة مش كتيرة، بحيث ان طعم الاكل نفسه هو اللي يكون باين اكتر من التوابل. وبعد كده هنكون عاملين نص حزمة من البقدونس مقطعينها، وننزل بيها، او ربع حزمة من البقدونس لو الحزمة كبيرة. تمام. نملى مثلا نص كوباية من البقدونس المتقطع صغير، وننزل بيها في الخلطة اللي احنا عملناها دي. بس طبعا عندنا كريمة لباني بنزود، انا ما كانش عندي بصراحة فما حطاش، بس طبعا هتديلها تيست اقوى. انا استكفيت بالقشطة بتاعتي. بس بعد كده هنبدأ ننزل بقى صدور الدجاج بتاعتنا. وكده احنا بقى بنسويها بس بنسويها بقى بالخلطة اللي احنا عملناها دي. هنبدأ ان احنا نهدي النار عليها. طبعا انا بخليها تتشرب من الصوص. هي كده كده هتتشرب طبعا. بس وبألف هنا وشفا، وشكرا.